يا ام الخلود حطيتها دلوقتي فين؟ هتعملها لنا الطريقه دي اسمها ايه؟ هي يعني بتفتح كده بنحطها في نص الزيت مع كام فص توم؟ مع فصين توم. ماشي. ايوه كده. ملح وكمون. هنجيب ملح وكمون. حطينا هنا كمون. بصوا ام الخلود عايزه اقول لكم فتحت كلها، بدل ما نبذل مجهود ونفتحها بايدينا فتحت. الطريقه دي لو لقيت طعمها جميل انا مش هبطلها. دي تحفه. تحفه. ها تحفه والله. طبعا احنا طبعا جايبين بقى فول وفلافل وام الخلول اهيت، شطه حسب الرغبه، والشطه حسب الرغبه. بس الريحه تحفه. وادي شويه ملح، طبعا هي مش متملحه، طبعا هي عدبه. هي عدبه ام الخلول. بعد كده تصفيها وبعد كده ترميها في الزيت زي ما احنا اتفقنا. بالظبط. وفص ثوم. ايوه يعني هي ام الخلول دي تجيبيها عدبه، وبعد كده بعد ما نشطفها شطفه حلوه من ميه البحر ونصفيها بنحط لها فصين توم، ريحه زيت، كمون، ملح، وهي كده خلاص كده انتهت. ودي طريقه حلوه يا جماعه لام الخلول. هنعصر عليها دلوقتي ليمونتين. بالهنا والشفا والله فعلا. وصحه وهنا، جربوها والله مش هتندموا. هنروح بقى ناكل احنا بقى ايه تفتح النفس جنب الفطار، جنب سمك مشوي، جنب سمك مقلي، جميله جدا جدا. فوسفور عالي يعني. تعالوا بقى افطروا معانا بقى. احنا محضرين بقى فول بالطحينه، فلافل جنب الاكل بقى، فول، جبنه، سلطه جبنه. طبعا الجبنه تمشي مع كده عشان في معانا عيال اطفال هتاكل، فيبقى معاهم بقى سلطه الجبنه، الحلاوه، عسل بالطحينه. الحاجات دي برضو بروتين عالي عالي، يعني فيتامينات عاليه. وادي الليمون. هي كل ما بتحط لها ليمون كل طبعا انا عايزه اقول لكم انا صاحبتي اسكندرانيه على تقيل، يعني الشغل ابو قير بقى والسمك والملاحات ناس بتوع سمك اساسا يعني. بلاش شطه بقى عشان قلنا بلاش شطه عشان الاطفال. وصحه وهنا على قلبكم، جربوها ومش هتندموا. ريحه تحفه تحفه. انا هروح اكل دلوقتي. اتفضلوا معانا، ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان اقدم لكم حاجات حلوه كتير هتنفع في الصيف باذن الله. مع السلامه، باي باي.